في عز ما البلد كانت بتغلى والدولار بيطير والسوق السوداء مولعة، دخل علينا شخص بدأ يقلب الترابيزة على الكل. الدولار نزل، السوق السوداء اختفت، والاقتصاد بدأ يتنفس من جديد. اللي عمل كل ده مش ساحر، ده حسن عبد الله محافظ البنك المركزي اللي أثبت إن الشطارة مش في الكلام، الشطارة في النتائج. في الفيديو ده هتعرف ايه اللي عمله حسن عبد الله وقدر يغير بيه صورة الاقتصاد المصري في العالم كله. تخيل كده تبقى بلد كاملة بتغرق في أزمة دولار، السوق السوداء شغالة نار والأسعار بتولع كل يوم، وفجأة يجي راجل مش بيحب الكلام الكتير ولا بيحب الكاميرات ولا تصريحات، وبهداوة كده يقلب الموازين. حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الراجل اللي استلم الراية أول ما طارق عامر استقال في أغسطس 2022 لما كانت مصر وسط أزمات كتيرة، أهمهم أزمة روسيا وأوكرانيا اللي كانت مؤثرة على كل حاجة خصوصا في الأسعار، ده غير أزمة نقص العملة والسوق السوداء والمستثمرين الأجانب اللي خافوا وبعدوا. عشان يدخل علينا حسن عبد الله من غير فرقعة إعلامية ولا وعود وردية، ويجي بخطة مبنية على حاجة واحدة بس، توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء. وفعلا في مارس 2024 البنك المركزي أعلن تحرير كامل لسعر الصرف، يعني الدولار بقى بسعره الحقيقي سواء في البنك أو بره، والنتيجة إن السوق السوداء اختفت تماما والفجوة بين السعرين اتقفلت والناس بدأت تتعامل تاني بالجنيه. مش بس كده، ده الاحتياطي النقدي ارتفع ل 46.1 مليار دولار، يعني رجعنا نقدر ندفع التزاماتنا ونستورد براحتنا، والبنوك اللي كانت خسرانة بسبب أزمة الدولار رجعت تحقق أرباح تاني، والصافي بتاع الأصول الأجنبية اتحول من عجز 29 مليار لفائض 14 مليار دولار، وده في 3 شهور بس. ده غير ان التضخم اللي كان وصل ل 38% نزل لأول مرة ل 28%، وده معناه ان الأسعار بدأت تستقر، خصوصا بعد ما البنك المركزي رفع الفايدة ل 8% علشان يتحكم في التضخم ويحافظ على قيمة الجنيه. عشان كده المستثمرين الأجانب رجعوا يشتروا أذون خزانة بالجنيه بعد ما كانوا قافلين الباب خالص، ودخلوا حوالي 19 مليار دولار في شهر واحد بس، والرصيد وصل ل 33.6 مليار دولار. وطبعا مش لازم ننسى ان البنك المركزي وقف الخسائر وبدأ يحقق ربح لأول مرة من سنين كتيرة، وكمان الدين الخارجي نزل ل 160 مليار بعد ما كان قرب على ال 168، ومع الوقت بدأنا نقلل الضغوط اللي علينا شوية شوية. والأهم من ده كله، مفيش قسط اتأخر، مصر سددت كل المستحقات الدولية في مواعيدها، وده خلى التصنيف الائتماني بتاعنا يثبت وساعد على تحسين سمعة الاقتصاد بره. كل ده حصل من غير دوشة ولا شو إعلامي، بس برؤية واضحة وتنفيذ صارم. كل ده يخلينا نقول إن حسن عبد الله هو الرجل المستحيل اللي حقق كل ده بإدارته وشطارته من غير ما يتكلم كتير، لأنه مش محتاج يتكلم، شغله هو اللي قال كل حاجة. أنا ده يوسف، وهنا سمارت فاينانس.